السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعادة على قلوبكم يا رب. النهاردة كنت جاية أكلمكم عن مشكلة. معلش في المنظر السما الصافية ده والبحر والزرع ده، بس برضه عايزين نتكلم في مشكلة. عايزين رأيكم فيها. يعني اللي ليه رأي ويقدر يكتب رأيه في الموضوع ده يكتب لنا في الكومنتات. المشكلة مشكلة واحدة قاعدة في بيت عيلة، يعني متجوزة في بيت عيلة زي معظم البنات يعني. فالمهم ان هي بتقول ان هي كويسة جدا معاهم وهم كانوا كويسين معاها، بس لاحظت في الفترة الأخيرة ان في شوية حاجات غريبة كده بتحصل. هي ليها أختين، اخوات جوزها. واحدة منهم مسافرة برا مصر، واحدة متجوزة في مكان المفروض ان هو كان اول حاجة جنبهم. فهي بتشكي من ايه بقى؟ الشكوى من ان هي لاحظت الفترة الأخيرة ان كل حاجة مش عايزين يقولوا عليها في البيت. طيب انا سألتها: انتي مثلا بتفشي اسرارهم؟ انتي مثلا ضايقتيهم في حاجة؟ قالت بالعكس، ان هي كويسة معاهم جدا، بس لاحظت ان هم حتى جوزها نفسه بقى اللي مزعلها ان جوزها نفسه بيعمل الحاجة ويخبي عليها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي اخت جوزها اللي هي متجوزة جنبهم دي نقلت وراحت شقة جديدة، وهي ما راحتش الشقة بتاعتها دي قبل كده. فعرفت ان اهل جوزها مش موجودين في البيت، فلما سألت جوزها هم راحوا فين، قالوا ان هم راحوا زيارة لقرايبهم. طب لما اتأخروا يوم واتنين ابتدى ما يقولش وما يردش. اتضح ان هم راحوا عند بنتهم التانية. طب فيها ايه يا جماعة؟ ما تقولوا ان هي راحت عند، ان انتوا رحتوا عند بنتكم التانية، ما فيهاش مشاكل. طب انتوا مش عايزينها تعرف مكان آه، بيت بنتكوا ليه؟ ده برضو اللي محيرها وده اللي مضايقها. طيب الامر التاني اللي هي برضو زعلانة منه، ان اخت جوزها التانية جت من السفر وهم برضو مخبيين. هي عرفت عن طريق ان في واحدة جت سألت عليها صاحبتها، وقالت لها فلانة جت. قالت لها لا دي ما جاتش، دي مسافرة. قالت لها لا ده انا سمعت ان هي هنا في مصر. بتقول فعلا واتأكدت ان هي جت وراحوا زاروها، وهي وبرضه هي ما تعرفش وما قالوش قدامها. وجوزها نفسه رفض لما بتقول له اختك جت من السفر، قال لها لا، وهو عارف ان هي جت. فالمشكله في إيه؟ هي بتقول طب هما بيعملوا كده ليه؟ طب انا من حقي ازعل؟ طب انا من حقي مثلا، طب مش ازعل منهم هما، طب من حقي ازعل من جوزي؟ طب يعرفوني ايه السبب. آه انا عن نفسي هقول لها رايي الشخصي في الموضوع دوت، وانتوا برضو اللي ليه راي غير كده يكتبوا في الكومنتات. انا شايفه ان هي من حقها ماشي تزعل، بس بعد ما تزعل هتعمل ايه؟ يعني هي لما تزعل وتنكد على نفسها وتنكد على عيالها وتنكد مع جوزها، ايه اللي هتستفاده؟ ممكن يعني مثلا تغضب وتسيب بيت اهلها وتمشي. طيب ايه هي بقى اللي هتستفاده بعد كده؟ إيه اقل ما فيها لما حد يجي يتكلم في الموضوع هيغلطها، هيقول لها يا اما انتي وحشه فيهم عشان كده مش عايزين يعرفوا منك حاجه، او يا اما في ناس هتتهمها وتقول اصل تلاقيها بتحسدهم فعشان كده بيستعينوا على قضاء حوائجهم بالكتمان وما بيعرفوهاش حاجه. انا شايفه ان هي من حقها تزعل من جوزها، لان على الاقل يقول لها، هم حتى لو مش عايزينها تبقى موجوده معاهم، يقول لها بلاش مثلا هنروح انا وانتي لوحدنا، يتحجج لها باي حاجه بس ما يكدبش عليها، لان الكدبه هيحصل مشاكل ومن حقها ومن جواها تزعل، بخصوص ان هي بتقول ان هي ما اذتهمش في حاجه. لكن انا هقولك كبري دماغك. انتي هتعيشي في بيت عيله، هيكون ليكي اختلاط باهل جوزك بالمعروف وبالحسنى. والله هم احترموا المعروف والحسنى دي كان بها، ما احترموهاش يبقى انت كسبتي رضا ربنا ورضا جوزك بعد كده. خلي حدود دايما في التعامل. هم جايز يكونوا عايزين يعملوا حدود في التعامل، بس انا شايفه يعني ان هم لما تعرف بيت اخت جوزها، او لما تعرف ان اخت جوزها جت من السفر، دي مش مشكله، بس انا بتكلم في امور عامه بعد كده. اللي عايزين يعرفوهولك اعرفيه، واللي مش عايزين يعرفوهولك خلاص انت روقي دماغك وابعدي عن الوش وابعدي عن المشاكل. ركزي في حياتك وفي جوزك وفي ولادك، لان انت لو ركزتي في اللي هما بيعملوه قعدتي دققتي على كل واحده، انت اللي هتتعبي، وانت اللي اعصابك يعني هتتعب، وانت اللي ده هيبقى بالتأثير السلبي على علاقتك بولادك وعلى علاقتك بجوزك. يا جماعة بيوت العيال بيبقى فيها مشاكل كتيرة جدا، يعني دي يمكن ابسط مشكلة ممكن تحصل ان احنا نسمع عنها او نشوفها او نبقى ناس جنبينا عايشينها.
في بيوت عيال بتبقوا عايشين مع بعض كويسين جدا جدا وحلوين قوي، والماديات مختلطة على بعضيها، ومفيش بينكوا حساب او مفيش بين الخيرين حساب زي ما بيقولوا، وتلاقوها بعد كده تقلب في مشاكل، وتلاقوا ان لا، كان لازم من الاول العلاقة دي تتحجم. المعروف والحسنى لازم يبقوا موجودين، دول اهل جوزي، دول اهل ولادي، على عيني وعلى راسي. بس بعد كده التعامل المادي بيعمل مشاكل. القيل والقال، خاصة لما يبقى في سلايف في البيت، ودي تقول دي قالت ودي تقول دي عادت. ناس كتير جدا عايشين مع بعض كويس، ما ينكرش ان الفئة دي موجودة، بس الأغلبية بنلاقي مشاكل كتير جدا في بيت العيلة. لأن ممكن نلاقي ايه، البنت داخلة كده بتقلها، يعني كل حاجة تعملها تعبانة، تيجي على نفسها وتعمل، تيجي بعد كده لما تتعب وتقول تعبانة خلاص يحسوا ان هي زعلانة، او يحسوا ان هي مبقتش عايزة تخدمهم. يحسوا ان هي اتغيرت، مع ان هي ما اتغيرتش ولا حاجه، بس هي في الاول كانت بتيجي على نفسها. فاتعاملي بطبيعتك، خلي، وده قلته في فيديو قبل كده، خلي دايما في حدود في التعامل. يعني صح، سلفتك هتبقى صاحبتك، هتبقى اختك، اتعاملي على الاساس ده. بس يا جماعه في اسرار، في خصوصيات، انتي وجوزك في عندكم يبقى عندكم خصوصيات، عوديها هي وجوزها يبقى بينهم خصوصيات. حتى لو جت تحكي لك على حاجه وانت شايفه ان هي المفروض تبقى خصوصيه بينها وبين جوزها، نبهيها لدوت. علاقتك مع حماتك وحماكي في البيت اكيد ليهم خصوصيات، برضو لازم تحترميها، وهم لازم يحترموا خصوصياتك. دي الاسس اللي لو الدنيا كلها مشيت عليها مش هيبقى في مشاكل. مش هقول المشاكل هتبقى مش موجودة 100%، لأ، بس على الأقل هتبقى هتقل وبشكل كتير جدا. لأن الناس هنا يا جماعة في بيوت الفلاحين، وانا عايزة اقول ان مش بيوت الفلاحين بس اللي فيها بيت عيال، في ناس في القاهرة مثلا واحد باني عمارة وعايش مع اولاده، بس ما اظنش ان الخلطة بتبقى موجودة زي هنا. بيبقى كل واحد في شقته، بيتجمعوا في المناسبات، وكل واحد ليه خصوصياته في الماديات وليه خصوصيات. الراجل والست، والله احترام الخصوصيات واحترام خصوصيات الآخرين بشكل عام هو ده اللي بيحافظ على أي علاقة، وبيحافظ على شكل العلاقات بين الأسر، سواء كانت بيت عيلة أو سواء كانوا مش عايشين حتى عيشة واحدة. فانتي انا هقول لك يا ستي، كبري دماغك جدا معاهم، اللي عايزين يقولوه لك تقبليه، واللي مش عايزين يقولوا اعتبري برضو ان انت في حاجات في حياتك مش عايزه تقوليها، فما تزعليش. ليه ما بقول لك ما بتزعليش؟ مش عايزه اقول لك ان انت مالكيش حق في الزعل، لا، هو الواحد بيبقى فيه صعبانيه كده، بيصعب عليها. ليه؟ ما احنا المفروض ان انا بقيت خلاص من اهلكم، وهي بتفكر كده. بس يا ستي، انت عشان تقعدي بقى تزعقي وتنكدي وتغضبي، اي حد حتى من اهلك هيقول لك يا ستي ايه السبب التافه اللي انت غضبانه عشانه ده؟ هم حرين، هم حرين يعملوا اللي يعملوه ويقولوا اللي يقولوه. والله هم حلوين لنفسهم وحشين لنفسهم. خليكي انت الاحلى، خليكي انت برضو اللي عايزه تقوليه من حياتك قوليه، واللي عايزه تداريه داريه. فمحدش هيجبرك، حتى ساعتها ما يقدروش يلوموا عليكي، لان هم بيعملوا معاكي كده، فانت عامليهم زي ما بيعاملوكي. بس دايما ردي الحسنه بحسنة، والسيئة برضو بحسنة، عشان ما تبقي بينك وبين نفسك ضميرك مرتاح، ما تبقيش متأنبة. يا جماعة انا عايزة اقول لكم مفيش ابسط ولا اسهل من ان انتي تزعقي وتشرشحي وتعملي يعني عاملك وحش تعمليه زي ما هو وحش، بس انتي مش هتبقي مرتاحة. لو انتي مش وحشة من جواكي وانتي كويسة، والله ما هتبقي مرتاحة. اعملي اللي يريح ضميرك، اعملي اللي يخليكي انتي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مش خجلانة من حاجة، ولا زعلانة، ولا خايفة من عقاب ربنا انه هيعاقبك عشان اذيتي حد ولا عشان فتنتي حد. يا جماعة اللي عايشين في بيوت العيال، اياكم والفتنة، اياكم والفتنة، اياكم والفتنة. اوعي تقولي سلفتي قالت لي عليكي كذا لحماتك ولا سلفتك التانية، عشان دي يا جماعة احيانا بيوت بتتخرب بسبب القيل والقال، واحيانا تبقى اسباب تافهة بس مع المشاكل بتكتر. فبالله عليكم حافظوا على بيوتكم وحافظوا على حياتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. الفيديو ده انا كنت بقول لكم فيه بس المشكله دي، يا ريت اللي عنده حل يكتب لنا في الكومنتات، كلنا بنتعلم من بعض وبناخد خبره من بعض. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ودايما دعوه حلوه من قلبكم، كتبتوها ما كتبتوهاش دعيتوها بين نفسكم. افتكروني دايما بالخير. انا بسمة من فضفضة ومنوعات وكمان اكلات. يا رب القناة تكبر بيكو ليكو، ونكون دايما مع بعض في سعادة وهنا وحب. وما تنسوش دايما
عليكم بالذكر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قلنا فيهم سعادة الدارين، وفيهم رضا الرحمن، وفيهم سعة الرزق، وفيهم حل المشاكل وإزالة الهموم، وفيهم الرضا والبركة في الأولاد وفي الرزق وفي البيوت. ودايما بصي خلي بيتك، امسحي بيتك دايما بمية وملح، عشان ورشي مية وملح في أركان البيت، عشان النفوس الوحشة بقت كتيرة في مجتمعنا وفي حياتنا، وعشان كمان